نادي الزمالك وانتخاباته مع احمد سعيد عامله ايه؟ نتابع سويا هذا التقرير مع احمد سعيد. داخل نادي الزمالك حابين نتعرف على سير العمليه الانتخابيه وطريقه النهارده. هل في امان؟ هل في مشاكل؟ ما لقيناش افضل من سياده اللواء علاء مالك مدير عام نادي الزمالك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في نادي الزمالك في هذا اليوم العظيم اللي هو يوم اختيار مجلس اداره جديد بمعرفه جمعيه عموميه لنادي الزمالك. من على سير العمليه الانتخابيه النهارده. والله لا، أنا يعني العمليه الانتخابيه زي ما انت شايف كده بتسير على ما يرام. احنا فوجئنا باعداد كبيره جدا جدا ما كانتش متوقعه. ما اعرفش، يعني واضح ان الناس يعني برضو اقبال غير عادي. الناس حاسه بالامن والامان والاستقرار. كله بيدي صوته. يعني برضو يمكن اللي هم اللي بيدعوا للانتخابات المرشحين اعدادهم برضو كتير شويه، لكن عاطين روح جميله جدا في النادي. الناس بتسجل اساميها وتخش على السرادق. عاملين سرادق في الملعب، مكان واسع. كل الناس بتخش جوه السرادق عشان ما حدش يقول انا ما دخلتش. كل الاعلاميين، كل الكاميرات، اي حد قدامه الصناديق. طبعا عندنا 90 لجنه، كل لجنه بيرقصها قاضي ومعاه 2 من الجهه الاداريه، وفي لجنه عليا من 3 قضاه من نواب مجلس الدوله. كلها قضاء. احنا الاستمارات نفسها طبعنا في المخابرات عشان يعني يتعذر تزويرها. الناس كلها، كل الناس شايفه بعضها. سياده المستشار مرتضى منصور المرشح على رئاسه نادي الزمالك النهارده شايف اعداد غفيره جاي النهارده تدلي بصوتها الانتخابات، تقول لهم ايه؟ انا ازعم ان الاعداد الغفيره دي انا اللي جبتها امبارح لما دعيت اعضاء وعضوات نادي الزمالك المحترمين والمحترمات انه يجوا يمارسوا دورهم في انتخاب من يريدوا، لان نادي الزمالك في كارثه. نادي الزمالك ممدوح عباس ورؤوف جاسر للاسف الفتره اللي فاتت دي 8 سنين، وقبليها من قبل 2005 الدكتور كمال درويش 10 سنين جابوا النادي الارض. فانا بقول للناس تعالوا، عايز اشوف ارادتكم. خلوا جميع الأندية مصر تخليكم النموذج والمثل في الحضور. الإخوة اللي بعد القيمتين التانيين قال لك يجي 7000، كل واحد فينا ياخد 5000 والباقي ياخده مرتضى منصور. لغايه دلوقتي يمكن فات ساعتين اكتر من 15000 عضوه محترمه. الشكر كله ربنا سبحانه وتعالى واعضاء النادي وعضوات النادي المحترمين اللي لا خافوا من ارهاب ولا من قنابل ولا من مظاهرات ولا اي حاجه، وجايين بيقولوا احنا اعضاء الزمالك، احنا المصريين المحترمين ما بنخافش من اي حاجه. وده نموذج للعالم كله. نادي في خلال ساعتين يجي فيه اكتر من 15000 ولسه 7-8 ساعات على الانتخابات ما تخلص. انا متوقع باذن الله اكتر من 25000، رقم قياسي لكل الانديه. نادي الزمالك نادي البطولات. بنكمل لقاءاتنا من داخل نادي الزمالك واستمرار العمليه الانتخابيه. سعدنا اللقاء بالدكتور كمال درويش المرشح على رئاسه نادي الزمالك. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. انت شايف النهارده الاعداد الغفيره اللي بتيجي النهارده بتأدي بصوتها، تقول لهم ايه النهارده؟ بقول لهم متشكرين على حضوركم، وانتوا في الاخر اللي هتختاروا مجلسكم وربنا يوفق ان شاء الله. النهارده ايه تقول ايه الجمعيه العموميه اللي ان شاء الله جايه النهارده مش خايفه النهارده ولا ارهاب ولا خايفه من اي حاجه، تقول لهم ايه؟ ده نادي الزمالك. نادي الزمالك احنا ما بنخافش. ربنا يسهل ان شاء الله، وهي مصر كلها محروسه باذن الله. شايف النهارده الاجواء في مشاكل النهارده في نادي الزمالك؟ انت شايف في مشاكل؟ الناس واقفه وكل واحد بيدلب صوته وحر حتى في اعلاناته، والدنيا ماشيه كويس الحمد لله. حاله فوزك كنت اتمنى يعني فوزك تمنيت ان الانتخابات تمشي سليمه، فيها احترام للراي والراي الاخر، فيها تاكيد على ان الناس تحترم بعض، والحمد لله يعني الدنيا مشيت كويس. ايه القيمتين التانيين في نادي الزمالك؟ بقول ربنا يقول الاصلح، يعني خلوا الجمعيه العموميه تختار، وما تختاروا كلنا نحط ايدنا في ايده، لان النادي محتاج الناس كلها. الناس كلها عارفه مين اللي بيتكلم كلام اي كلام ومين اللي بيهاجم ومين اللي بيعمل. واحنا في الاول قدمنا نفسنا للناس وقدمنا نفسنا للناس بشكل محترم كمجموعه، بدون استجداء وبدون تجريح في الآخرين، لكن بنرد بس على الاتهامات اللي بتوجه لينا بقوة لكن باحترام وأدب.
بعد كده خلاص احنا بنقدم نفسنا للناس، الناس هتختارنا اوكي، هنشيل الهم بقى والمشاكل، لكن لو الناس ما اختارتناش خلاص ده قرارها ومفيش مشكلة يعني.